السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم وصفة جميلة جدا جدا، وهي حلوة قوي منتشرة اليومين دول، وسهلة وبسيطة. ويلا تدخلوا معايا عشان نشوف الوصفة بتاعتنا سهلة قد ايه. يلا ندخل على الوصفة النهارده على طول. نسمي بسم الله. دي الكوبايتين ونص لبن، عليهم 3/4 كوباية سكر على حسب ما انت عايزة، برضو كوباية دقيق. وهنقلب المكونات على البارد كلها معانا على البارد زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، ونرفعها على النار. عايزه تزودي الكميه ضعف الكميه زي ما انت عايزه. هنقلب لحد ما يتقل معانا الاول القوام بتاعها. زي ما قلت لكم بقى، ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب يا حبايبي، واللي ما اشتركتش في القناه تشترك. كيس فانيليا، عايزه تحطي من السايله ما فيش مشكله خالص. حوالي معلقتين زبده، ومش هنزلها من على النار لما الزبده تدوب خالص وتختفي من قدامنا خالص. بقى بالقوام بتاعنا ده. دي وصفه حلوه قوي قوي، جميله جدا بالشكل ده. هي وصفه لقمه الباشا. هحط حوالي كوبايه جوز هند ناعم، وافردها في الصينيه. ده مقاس صينيه 30 في 40. وهصب الخليط بتاعنا فيه. تبقى بالشكل ده. وصفه جميله جدا جدا، هي على قد سهولتها، بس اللي يشوفها لون ان هي صعبه وغاليه جدا، وهي منتشره اليومين دول جدا جدا، بس جميله صدقيني. انا قلت احب ان انا اعملها لكم عشان تبقى سهله وتعملوها. هفردها في الصينيه فوق جوز الهند، تبقى بالشكل ده، وهسيبها تبرد. تحطها في التلاجة تبرد. هنعمل بقى الكريمه اللي هنحشي بيها. دي كوبايه كريم شانتيه، عليها كوبايه ميه ساقعه او لبن زي ما انت عايزه. حطيت عليها معلقتين سكر بودره، وهنبتدي نخلط. عايزه تزودي لها اي بقى نكهه، ممكن تضيفي لها فانيليا، ممكن تضيفي لها ماء ورد، ماء الزهر، زي ما انت عايزه تحبي. وزي ما قلت لكم هي وصفه جميله جدا جدا وسهله جدا جدا، بس اللي يشوفها يقول ان هي صعبه، بس هي سهله قوي قوي وجميله جدا. عملنا الكريمه بتاعتنا، هنبتدي نفردها بقى في الصينيه بتاعتنا فوق المهلبيه اللي احنا عاملينها بالشكل ده. على فكره ممكن تتحشي بحشوات كتير جدا، ما يشرطش بس دوت. ان شاء الله ممكن اجربها لكم تاني، بس يا ريت تدخلوا على الفيديو وتشوفوا الوصفه للنهايه عشان تشوفوا قد ايه جميله وقد ايه شيك جدا، وعلى قد بساطتها بس هي شيك وجميله جدا، وغاليه جدا، تتباع غاليه جدا في المحلات. ده بالشكل ده. هتبتدي بقى نقطعها زي ما انتوا عايزين. وانا حطيت برضو جنبي جوز هند عشان ممكن نلفها بيها زي ما انتوا شايفين كده، بتتلف معانا بكل سهوله بالشكل ده. هنخلص الكميه بتاعتنا كلنا، بنلفها بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. هنخلص الكميه بتاعتنا كلنا، هنلفها زي ما انتوا شايفين كده. زي ما قلت لكم بقى، ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس بتاعنا، ويا ريت تشتركوا في القناه، واللي ما اشتركتش تشترك معانا. هنلف كل الكميه بتاعتنا بالشكل ده زي ما انت عايزاها بقى. بتطلع كميه حلوه قوي. الوصفه اللي انا عملتها لكم بالمقادير دي بتطلع كميه حلوه قوي، يعني لا باس بها، حلوه جدا. عايزه تزودي المقادير زوديها زي ما انت عايزه. هنخلص حاجتنا وهننضف مكاننا، وبقت بالشكل ده. نحطها في طبق التقديم، زينها بقى بصوص شوكولاته زي ما احنا شايفين كده، ممكن بصوص كراميل، ممكن بصوص فراوله، ممكن بصوص التوت، زي ما انت حابه. زيني على حسب ما انت عايزه، وتبقى معانا بالشكل ده. حلوه قوي قوي وجميله. ما تنسونيش برضو بقى لايك وشير وسبسكرايب، واللي ما اشتركتش تشترك في القناه. بقت معانا بالشكل ده الجميل القمر ده. وهي دي وصفتنا النهارده، وبألف هنا عليكم يا رب.